في العيد الكبير مفيش أجمل من ريحة اللحمة السخنة وطشة التوم وفتة العيد اللي بتجمع العيلة على سفرة واحدة. النهاردة هنعمل مع بعض فتة العيد على أصولها بنكهة زمان وطعم ولا أروع. حضروا نفسكم واستعدوا الريحة تاخد العقل. تعالوا نشوف أسرار الفتة هنعملها ازاي. أول حاجة هنزل بالتوابل عندي صحيحة، فلفل وحبهان وورق لورا. هشوحهم شوية في الزيت لحد ما ريحتهم تطلع. اول ما ريحتهم تطلع معايا هنزل عليهم باللحم. الحركة دي بتخلي طعم الشوربة جميل جدا. اول ما ريحتهم تطلع هنزل بمكعبات اللحمة، هشوحهم كويس قوي، وبعد كده هنزل عليها بطماطم وبصل وفلفل اخضر. هشوحهم كويس لغاية ما ريحتهم تطلع. هقلبهم كويس وهغطي الحلة واسيبهم شوية على النار كده مع بعض. بعد كده هنزل عليهم بمية مغلية، وبعد كده هبدأ أشيل الريم اللي هيتكون على وش الشوربة. مش هحط ملح دلوقتي خالص، هحط بس نص معلقة سكر، ده بيسرع من عملية التسوية، بس بعد ما هشيل الريم اللي هيتكون على الوش. وهغطيها واسيبها تستوي. نروح بقى نعمل الرز الأبيض. أنا هنا حطيت مكعب زبدة وحطيت عليه شوية زيت. هنزل على طول بكوبايتين الرز، هشوحهم شوية كده مع الزيت لحد ما الرز يتشمع شوية معايا، وبعد كده بنزل عليها بالملح والفلفل. هنزل عليها بشوية شوربة وهكمل مية. عشان الرز يطلع مظبوط معاكي الافضل انك تحطي له المية مغلية، وكمية المية بتبقى نفس كمية الرز بالظبط. اول ما هيبدأ يتشرب معايا هغطيه ووطي النار. وبعد كده هنعمل العيش بتاع الفتة. ده عيش شامي، بتقطعي طبعا الكمية اللي انت عاوزاها. انا هقطعه كله مكعبات صغيرة وهحطه في صينية واحط عليه معلقتين زيت واقلبهم كويس جدا، وانا بكون مشغله الفرن من قبلها علشان العيش يتحمر معايا بالظبط كده. هقلبه كويس في الزيت، وبعد كده هدخله الفرن. ممكن لو عندك اير فراير بتحمريه في الاير فراير برضو. هنا الرز طلع معايا مفلفل وجميل جدا. هنبدأ نعمل بقى الطشة. هنزل بشوية زيت وعليها معلقتين توم مفرومين كويس، معلقتين كبار، وعليهم معلقتين كبار كزبرة. هقلبهم كويس جدا لحد ما لون التوم يتغير والريحة طبعا هتطلع وتبان معانا. هحط عليهم ربع كوباية خل. الله على الريحة اللي هتشميها اول ما هتحطي كوباية الخل. وبعد كده هعمل عصير طماطم وهنزل بيها على الطشة. حطيت معاها نص فلفل رومي بيعمل طعم جميل جدا في الصلصة، وهقلبهم كويس قوي، وهحط عليها كبشتين من الشوربة، وبعد كده هغطيها واسيبها تتسبك. بعد كده هنزل عليها بمعلقة صلصة واقلبهم كويس، وبعد كده هنزل عليها بشوية شوربة واسيبها شوية كمان. وطبعا هدوقها عشان اعرف محتاجة الملح بتاعها قد ايه، وهحط لها شوية ملح وهحط لها شوية فلفل، وبس كده هتكون اتظبطت معايا. بعد كده هحمر طبعا اللحمة بعد ما تكون استوت وكون حطيت ملح في الشوربة. هحمرها كويس قوي، وبعد كده هجهز الفتة. انا عندي العيش هنا كان اتحمر، هحط عليه شوية من الطشة اللي انا عملتها، وبعد كده هرص عليها الرز مفلفل وطعمه جميل جدا، واحط عليها طبقة تاني من الصلصة، وبعد كده هرص قطع اللحمة من فوق. وتفرجي على احلى فتة هتعمليها في العيد. خطيرة خطيرة خطيرة. يا رب الطريقة تعجبكم وبألف هنا.